التسويق هو عبارة عن مجموعة من الخطط والاستراتيجيات والعناصر بيتم تركيبها علشان نقدر نوصل بيها لأفضل جودة للمنتج والخدمة، علشان نقدر نوصل بيها للعميل، علشان المنتج والخدمة ده يقدر يساعد العميل. التسويق من هنا بيلعب على نقطتين: بيساعد الشركة أو المشروع في إن هو يحقق أهدافه ويوصل للعميل، وبيساعد العميل إن هو يوصل للمنتج أو الخدمة اللي تلبي طلباته ورغباته بكل سهولة. تعال مع بعض كده نتخيل لو أنت محتاج منتج معين لكن أنت ما تعرفش المنتج ده بيتباع فين، يبقى أنت هتواجهك مشكلة في إن أنت عندك رغبة لمنتج معين لكن مش عارف المنتج ده فين ومين اللي بيبيعه وبكام. فإذا من هنا هتقعد تدور كتير، هتضيع وقت ومجهود وحاجات كتير جدا ومش هتوصل للمنتج في النهاية. إذا من هنا إن التسويق هو بيساعدك إن أنت تقدر توصل للمنتج اللي يلبي لك طلباتك ورغباتك بشكل سريع وسهل، ويعرفك المنتج ده إيه هي القيمة اللي هتحصل عليها من وراه، وهو السعر اللي أنت هتدفعه مقابل المنتج والقيمة ده من اتجاه العميل. طيب بالنسبة للشركة، تخيل كده إن أنت عندك أحسن منتج بيقدم أحسن جودة وأحسن قيمة للعميل، لكن أنت مش عارف توصل للعميل ولا العميل عارف يوصل لك. إذا من هنا هتلاقي في وقت بيعدي عليك بتدفع فيه رواتب وإيجارات وكهرباء وغيره 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 وما بتحققش أي مبيعات. فإذا من هنا إن المشروع بتاعك هيبتدي يخسر ويتوقف وتقفل. يبقى إذا من هنا إن التسويق بيساعد الشركة إن هو يحقق أهدافها ويخليها تستمر وتكبر وتنمو عن طريق إن هو بيقدر يوصل للعميل اللي محتاج المنتج أو الخدمة دي علشان يقدر يحصل المشروع على مبيعات ويحصل على دورة راس مال، فيبتدي من هنا يدور المشروع ويستمر ويكبر. يبقى هنا التسويق مهم جدا لكلا الطرفين، للشركة وللعميل، وهو ده ببساطة تسويق.